السلام عليكم شباب، ان شاء الله تكونوا بألف خير يا رب. واليوم جيناكم بفيديو جديد، ومثل ما شفتوا بالعنوان لاعبين اوفر 119 و120 ومعانا كودين بإذن الله صحيحات، وراح تشوفوا الكودين قدامكم. طبعا اخواتي بالبداية خلونا ندخل بالنسبة للاعبين، ولكن بالبداية بتمنى تشتركوا لي بالقناة وتفعلوا لي زر الجرس، ولا تنسوني من زر اللايك. طبعا اخواتي بعد ما فتنا نحن على التعاقدات بنحط على البحث وبنجي على البرنامج، نختار البرنامج وبنحط الابطال مثل ما نكون شايفين الابطال، وبنحط بحث. طبعا راح يطلع لنا لاعبين مثل ما نكون شايفين اوفر 120 ب 12000 شارد مثل ما نكون شايفين، وفي عنا كمان ايضا اوفر 119 ب 5000 وعنا ب 7000 وب 6000. اخواتي هدول اللاعبين اللعبة ما نزلتهم عن عبث، ليش او كيف او شو السبب؟ طبعا هلا نحن عنا على سبيل المثال في عنا اوفر 119 لنفترض المهاجم جواو بيدرو. مثل ما انكم شايفين اخواتي بالنسبة لجواو بيدرو اوفر 119 عنده المراوغة 144 والايقاع 145. لو عملنا مقارنة بين كريستيانو رونالدو وجواو بيدرو، مع انه جواو بيدرو في له ميزات احسن، مثل ما نكون شايفين رونالدو بيتفوق بالتسديد وبالايقاع وبالنسبة لحتى البدني. اما المراوغة فالمهاجم دائما بتكون نسبة التسديد والايقاع هي الاقوى للمهاجم. ومثل ما نكون شايفين على سبيل المثال في عنا الار بي، خلونا نختار الار بي او خلونا نختار صاني ساديو صاني. مثل ما نكون شايفين صاني اخواتي المراوغة 144 والتسديد 135، وفي عندنا كمان قدرة التحمل 4 نجوم. هذا الشيء شو بدل؟ يعني اللعبة بدها ايانا نصرف كل شي شارد معانا حتى تنزل حدث جديد، ونقوم نحن بشراء لاعبين او صناديق حتى نحصل على شارد ونحصل على اللاعبين اللي رح تنزلهم الشركة. يعني بدها ايانا نحن نصرف مصاري بكميات كبيرة. مثل ما نكون شايفين عنا هون نحن بالمر المراوغة لبالمر 147 والتسديد 148. انا هلق راح اعمل مقارنة بين بالمر وبين عندي انا ديمبلي. مثل ما نكون شايفين ديمبلي بيتفوق بالمراوغة كلاعب خط وسط، تمام اخواتي. ولا نحن في عنا كمان ايضا ديل بيرلو كمان ايضا بيتفوق بالتسديد على بالمر شو تفوقاته؟ التسديد 148، هذا الشيء ولا شيء بالنسبة للاعب خط الوسط، لانه هو رح يكون صانع العاب ولاعب مراوغ. في عنا ايضا اخواتي في عنا نحن سينجو كمدافع اوفر 120 لازم تكون احصائياته جدا رهيبة. يعني هلق نحن في عنا سينجو راح نعمل له مقارنة بين اللاعب الموجود عندي مين، خلونا نختار مالديني لو جينا على اوفر مالديني 117 اما سينجو 120، يعني فرق 3 اوفر. بالنسبة للدفاع عند مالديني 152، حتى البدني متعادل مع سينجو تمام بيتفوق بالمراوغة والتمرير وحتى التسديد والإيقاع، ولكن هذا الشيء ما بفيد كمدافع بيحتاج نسبة الدفاع تكون عنده قوية. لهيك اخواتي انا بنصح كل شخص معاه شارد خليه يحتفظ فيهن لنصف الحدث او نهاية الحدث حتى يشوف شو رح تضيف الشركة من لاعبين واوفرات جديدة. عرفتوا علي يا اخواتي؟ لهيك بالنسبة للتعاقدات لا تتعاقدوا مع شخص او مع لاعب احصائياته قليلة. حتى عنا نحنا اوسيمان احصائياته حلوة كلاعب اوفر 122، اللاعب كتير ميزاته حلوة، ولكن بالنسبة لكتير من اللاعبين قيمته جدا عالية.
لأنه اللاعب عنده ميزات، إحصائياته حلوة وكتير عالية، فأكيد رح يكون سعره كتير غالي. هلق بنجي للأكواد أخواتي، بس لا تنسوني بالبداية اشتركولي بالقناة وفعلولي زر الجرس، وخلونا ننتقل للأكواد. وهلق اخواتي بعد ما دخلنا على الموقع الرسمي لريديم اف سي رح نحط الكود. طبعا مثل ما انكم شايفين هذا هو الكود، رح كبر لكم اياه تحسنوا تاخذوه للكود. وهلق بنكبس على المربع الموجود قدامكم، انا لست روبوت، وبنكبس على الاشارة الخضراء، وهيك الكود شغال معانا. خلونا ننتقل للعبة. ومثل ما انكم شايفين وصلنا الكود، وهلق رح نجمع الكود قدامكم لنشوف شو رح نحصل. طبعا الكود شغال. مين رح يطلع لنا؟ يا رب بسم الله يكون اوفر عالي، ارجنتيني حلو، اس تي ميسي اوفر 114 كتير حلو. مثل ما انكم شايفين هذا اول كود. هلا خلونا ننتقل للكود الثاني. وهلق اخواتي بنرجع نحنا على ريديم اف سي وبنحط الكود الموجود قدامكم. طبعا هذا هو الكود، فيكن انتو تاخدوا. وهلق بنكبس على المربع وبنكبس على الاشارة الخضراء، وهيك كمان الكود شغال معانا وحصلنا على الكود. خلونا نشوف شو رح نحصل. ومثل ما انكم شايفين اخواتي الكودين شغالات. وهلق بننتقل للكود الثاني، وخلونا نجمع الكود لنشوف شو رح نحصل. طبعا اكيد لاعب، نعم ارجنتيني كمان، سي ام حلو، مين حلو، ديبول. مثل ما انكم شايفين حصلنا كمان على ديبول وميسي. ومثل ما انكم شايفين الكودين شغالات. وهيك اخواتي بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. بتمنى اذا عجبكم الفيديو تشتركوا لي بالقناة وتفعلوا لي زر الجرس، ولا تنسوني من زر اللايك.